نادي الزمالك واحوال نادي الزمالك. طبعا يعني في حاجه انا مستغربها قوي، يعني حاجه انا نفسي مستغربها، انا واحد كمتابع يعني. طبعا كل الناس بتتفرج عليا سواء زملكاويه او اهلاويه، احنا بنتكلم يعني عامه، يعني احنا بنتكلم طبعا للناس كلها. وبكلمكم من وجهة نظري ككورة، احنا ما بنتكلمش ايه، يعني بنتكلم ككورة. طبعا انا في حاجة مستغربها، يعني انا كأهلاوي مستغرب من حاجة يعني بجد ومحيراني جدا. يعني النادي الاهلي، يعني اللي كان معاه لعيبة والكلام ده كله عمل صفقات، فين بقى نادي الزمالك؟ يعني فين نادي الزمالك من ده كله؟ يعني السنة خلصت، الموسم خلص، تمام، ومفيش اي صفقة ولا اي حاجة. دي حاجة انا مستغربها جدا، يعني حاجة أنا مستغربها فعلا. يعني مفيش ولا صفقة، ولا صفقة في فرقة يعني بقت فاضية. يعني فرقة الزمالك بقت فاضية، ده بيقول لك كمان كابتن خالد الغندور بيقول لك هيمشوا 14 لعيب، هيمشوا 14 لعيب. فأنت بتتكلم اللعيبة كمان هتمشي، يعني في أسماء كتير هتمشي تقريبا، دونجا ومصطفى شلبي. طب ماشي، انا ما عنديش مشكلة ان انت تمشي مشي، بس طب انت جبت مكانهم؟ هتجيب مكانهم؟ ففي حاجات غريبة بتحصل قوي في نادي الزمالك بصراحة، حاجات غريبة جدا. يعني مش عارف، بيقول لك هيمشي اللعيبة. طب هيمشي اللعيبة دي كلها ومفيش اصلا لعيبة جابها؟ يعني لغاية هذه اللحظة مفيش ولا صفقة ولا اي حد. انا بصراحة مش عارف هل الزمالك هيكمل كده بقى الموسم الجاي ولا ايه اللي هيحصل، ده اللي احنا هنعرفه. بس مفيش اي حاجة خالص لغاية دلوقتي، مفيش اي اخبار نادي الزمالك، مفيش اي حاجة لنادي الزمالك، مفيش اي تحركات، مفيش اي مفاوضات، مفيش اي لعيبة. هيمشي اللعيبة، مش هيجيب لعيبة. وكل سنة وانتم طيبين. سلام.